فيها او لا. بس فدي قصه بعيده عني. انا بقول لحضرتك ايه دلوقتي العلاقه اللي بيني وبين نادي الاتحاد في ان انا حضرتك قلت انت ايه؟ بتأخون النادي، باخون بتبقى سبب من اسباب اخوانه النادي طبقا لاتفاق مع مثلا مع واحد زي دكتور حسن برنس طيب انا اقول لحضرتك على حاجه. اقسم بالله العظيم هذا ما حصل. انت اتهمت بده، خلي بالك. طيب ما انا اقول لحضرتك على حاجه. انا بكلم الكابتن محمد فتحي، يا كابتن محمد بكره هنتمرن فين؟ قال لي ما فيش ملعب. قلت له طب المفروض ان احنا نعمل ايه؟ قال لي مش عارف. قلت له يعني انا راجل مسؤول عن نادي الاتحاد، النادي جايبني مدرب للفريق، انا المفروض اعمل ايه؟ وما عنديش ملعب بكره وعندنا تمرين وفاضل على الدوري 14 يوم وبكره عندي تمرين ومش لاقي ملعب. كلمت دكتور حسن البرنس وحللت الموضوع؟ كلمت نائب المحافظ. لا دكتور حسن البرنس. ايوه طبعا. ما هو ده نائب المحافظ. ما كلمتش الدكتور حسن البرنس عضو جماعه الاخوان المسلمين. ما كلمتش الدكتور حسن البرنس عضو مكتب الارشاد مثلا ولا في اي منصب في الحزب بتاع الحريه والعداله. لا انا كلمت السيد الدكتور حسن البرنس نائب المحافظ. تمام. يا دكتور انا عندي مشكله. قال لي يا كابتن اتفضل تعالى لي دلوقتي. رحت قعدت مع الراجل، قال لي تحت امرك عايز ايه؟ قلت له عايز ملعب وعايز معسكر لان ماتش الدوري اول ماتش الزمالك يوم 2 فاضل لي على الماتش 15 يوم. حللك المشكله واحنا قاعدين نكلم الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديميه وقال لي بكره تروح تقابل الاستاذ احمد نائب رئيس الاكاديميه للشؤون الرياضيه، وقعدت مع الراجل وعمل لنا المعسكر. هذا كل علاقتي بالموضوع. ومش جبت الدكتور حسن قعد مع اللعيبه مره؟ الدكتور حسن كان بيصلي الجمعه في يعني كان عنده حاجه كده على المزلقان بتاع المعموره، فجه صلى الجمعه في الاكاديميه. فانا قلت له يا ريت يا دكتور تيجي تفضل تسلم على اللعيبه. الراجل جه مشكور وقعد مع اللعيبه وسلم عليهم وشدوا حيلكم وخد بعضه ومشي. ودكتور عفت ما تقابلش خالص بالدكتور حسن؟ لا ما اعتقدش. لا بس في اعتقد ان هو يعني دكتور عفت لما بيكون في حاجه بيحاول يلجا للمسؤولين في المحافظه عشان يحلوا له المشاكل بتاعت الفريق. ما اعرفش بيتقابل معاهم او لا. رامي ربيعه عايز يدخل معانا نتكلم معاه لان هو طبعا بس مش عايزين هو يعني حق الرد، هو له حق الرد. هو راجل اتهم، هو راجل اتهم تام. انا اعرف رامي انا اعرف ان هو حد كويس، انسان كويس، فيعني هو راجل اتهم عندي فانا لازم اديله حق ومساحه ان هو يرد. ازيك يا رامي؟ ازيك يا كابتن احمد؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. والله حاجه غريبه زوج اسمك في موضوع كده، انا مش عارف. انت بقى توضح للجماهير اسكندريه وجماهير الاتحاد انت مالك ومال قصه ان انتم مشيتوا من الاوتيل باعاز من مجموعه من اللاعبين انت كنت واحد منهم. ازيك يا كابتن احمد؟ عامل ايه؟ ازيك يا رامي؟ عامل ايه يا حبيبي؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الله يخليك. اتفضل يا رامي. انا اقول لحضرتك حاجه يا احمد بس في الاول. انا لعيب ضمن 30 لعيب في الفرقه. ماليش علاقه بان انا اكون لعيب. ممكن اكون لعيب كبير سنا في الفرقه، لكن في 3-4 لعيبه قبلي او 5 كمان. ايوه دول كباتن فرقه. القرار بيبقى قرار جماعي، ما مش بيبقى قرار فرد لواحد رامي يقول او حمدي او السيد اللي الصحفي ده قال عليهم. مش عارف مين الصحفي ده خالص. اسمه عبد الله الحسيني. والله يا كابتن احمد انا ما اعرفش مين عبد الله. طيب بكلمك بصراحه يعني. انتوا اتفقتوا مع بعض يا رامي، انتوا اتفقتوا مع بعض ان انتوا تاخدوا قرار جماعي وتمشوا؟ بص يا كابتن احمد، احنا بقالنا فتره من اول ما الكابتن احمد ساري جه عملنا الكابتن احمد قدام حضرتك وعارف قد ايه احنا كنا رجاله مع الكابتن احمد، وفي ظل الظروف اللي احنا فيها وموضوع الماديات والكلام ده، والجمهور برضو جه عشاننا ونزلنا عشان الجمهور، يعني كنا كويسين جدا. لما اخذنا موقف الكابتن احمد من راجل محترم وراجل ذوقيه ان احنا ممكن نكون تفكير كان خطأ في الميعاد ده، بس احنا كنا واخدين موقف بس، لكن اللي احنا ما نلعبش الماتش ده حاجه من رابع المستحيلات. يعني انتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ يعني حركه تهديد كده يعني عاوزين الناس تحس بينا. ما احنا بقالنا مثلا يا كابتن احمد، كابتن احمد سالي بقاله معانا 3 شهور، واحنا بقالنا مثلا من شهر 15/6 بنتمرن. يعني الناس تحس بينا، بس يبقى لنا الناس تحس يعني بالبلدي كنتوا بتهتوهم يعني. بنعمل موقف والدليل على كده اللي مفيش يعني في لعيبه قعدت في الفندق. ان كان كابتن الفرقه الهاني سليمان اللي هو القرار كان بيبقى القرار طالع من المجموعه عن طريق الهاني سليمان للكابتن احمد ساري، مش كل واحد من دماغه. يعني هو القرار بيبقى الجماعه الاول تاخد القرار وبعدين يتقال للهاني سليمان والهاني سليمان يوصل له الكابتن احمد ساري. بس رامي دي واقعه ما حصلتش قبل كده. انا فاهم يا كابتن احمد، الواقعه دي حصلت. احنا اخذنا الموقف ده، بس احنا كنا جوه يعتبر قاعدين في الفندق، ما مشيناش اصلا. ازاي؟ يعني كنا قاعدين قريبين من الفندق، احنا قريبين بس حد من المسؤولين يجي يكلمنا.
المسؤولين يجي يتكلموا يعني يمكن عشان بس يعني انا عايز اوصل معاه منك يا رامي، انت مالكش دعوه، انتوا ده كان قرار جماعي. لا لا لا، انا بقول لك حاجه يا كابتن احمد، انا اللي يقول اسمي. بص يا كابتن، احنا دلوقتي فعلا احنا في البلد عامه الفوضى في اي حاجه. طب ما انا الماتش بتروجيت انا قاعد على الدكه وطالع بين الشوطين اللي اسمه عبد الله ده وحد تاني بيشتمني بابويا وامي وبيشتمني اول مره في حياتي الشتم. تمام يا رامي. لا انا قلت انا استديت غيبتك، وانا قلت يعني انا مش من طبعي، بس انا عارف ان انت حد كويس، فانا كنت لازم اقول واديك مساحه ان انت ترد، وده حقك. بقول لحضرتك بشكرك يا رامي. اساميهم دول محمد حمدي ده ناشئ صاعد، انا بقول لك اهوت هيبقى خليفه جده وممكن يعدي جده كمان يعني. بشكرك يا رامي، بشكرك يا حبيبي. معانا ايهاب جابر عايز يرد، حقه طبعا. كابتن ايهاب، يا كابتن ايهاب. ايوه ازيك؟ كابتن احمد، ازي صحتك؟ عامل ايه يا كابتن؟ ازاي صحتك؟ الحمد لله تمام. انت بتتحط في جمل مفيده كتير اليومين دول على فكره. والله بص، هم يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه. طول ما احنا بنشتغل كويس، وطول ما احنا شايفين شغلنا كويس، اعتقد ان الناجح دايما لازم يكون شجره مثمره بحد ذاته. امال ايه حكايه؟ يعني انا مش بتهمك انت يعني، بس انا بس بعد اذنك يا كابتن احمد لازم تديني مساحه كبيره ان انا ارد، لان انا في جعبتي الكثير، لان انا مدير شؤون اللاعبين دايما هو سر الفرقه عنده، وكمان لازم تبقى عارف ان انا كنت حلقه الوصل ما بين اللعيبه وما بين مجلس الاداره. ولا الدكتور عفت قايل لك تقول شويه حاجات بعد ما رفض يدخل معانا دلوقتي بعد مكالمه الكابتن جارم؟ انا برد، انا دخلت ارد على حضرتك وطلبت الرد ده من اول ما طلع الكابتن احمد واتكلم في مشكله هاني سليمان. لان انا لازم كل واحد يبقى عارف ان لازم انا عندي حق ان انا ارد. طبعا طالما اتهمت على الهوا يبقى لازم ارد، ولازم المشاهدين ولازم جمهور اسكندريه يعرف مين هو ايهاب جابر، ولازم يعرف مين هو ايهاب جابر، عمل ايه نادي الاتحاد. قول يا كابتن، خش في الموضوع على طول. اخش في الموضوع. اسمح لي بقى يا كابتن احمد يعني ان انا اتكلم في موضوع نمره واحد، هو الهاني سليمان. الهاني سليمان عقده ينتهي، مش زي ما قال الكابتن احمد ساري كده بايهام للجمهور، ان الكابتن احمد ساري قال ان الهاني سليمان كان ماضي سنتين وفجاه بقوا سنه واحده. كابتن احمد ساري بعيد كل البعد عن شؤون اللاعبين وما يعرفش اي حاجه عن العقود. هو راجل فني في الملعب، له كل احترام وله كل تقدير في الملعب، ولكن حته شؤون اللاعبين دي ليها ناسها يعني. كابتن الهاني سليمان عقده كان ينتهي مع نادي الاتحاد السكندري موسم 2012 2013، هو الموسم الحالي. ايوه. وحضرتك تعلم تماما ان اللعيب بيبقى له حق الرعايه في فتره حمايه للاعب من حق النادي الاصلي. ايوه. ان هو يجدد له قبل ما يلجا لاعب لاي نادي اخر. تمام. ولو في اي تعاقدات في الفتره ديت لازم النادي اللي هيمضي له الهاني سليمان يبعث لنادي الاتحاد السكندري يستاذنه الاول اذا كان ده مش جوه فتره الحمايه. تمام. اللي حصل لحضرتك ان الهاني سليمان احنا كنا تعاقدنا في بدايه الموسم مع طبعا نجم مصر عبد المنصف. ايوه. وحضرتك عرفت المشاكل اللي حصلت في وجود عبد المنصف في نادي الاتحاد السكندري، وبعدين فضل عبد المنصف انه يترك نادي الاتحاد السكندري ويعتذر عن انه يكون موجود ضمن صفوف التعاقدات الجديده في الموسم الجديد. كويس. في الفتره ديت الهاني سليمان تقدم بورقه لنادي الاتحاد بيطلب فيها الرحيل عن نادي الاتحاد السكندري. تمام. وقال لك ان انا وده حقه، لان هو كان يعني الجون الاساسي لنادي الاتحاد، وكان في الفتره ديت المفروض ان جه عبد المنصف بمبلغ مالي كبير، فكان هو اللي هيقف. يا كابتن ايهاب عفوا يا كابتن لمقاطعتك، معلش لان انا وقت برنامجي بينتهي، فبالله عليك يعني اديني بالظبط يا كابتن نقاط، وفي نقاط سريعه حضرتك بترد انت بتحكي لي حكايه. لا انا ماليش دعوه بعبد المنصف ده خالص. انا هقول لك في مضمون الكلام ان احنا قعدنا مع الهاني سليمان في وجود والده، وفي وجود احد اعضاء مجلس الاداره الاستاذ مصطفى حسين، وفي وجود مدير عام النادي، واتفقنا ان الهاني سليمان يجدد الكلام ده يمكن من 4 شهور او من 3 شهور قبل ما تعدي فتره الحمايه. تمام. سليمان طلب ان يعدل عقده في الموسم الحالي اللي هو شغال فيه، اللي هو بمليون جنيه، يبقى ب1,200,000 جنيه، على انه يتقاضى مبلغ السنه اللي بعديها 1,400,000 والسنه اللي بعديها 1,600,000، وهو عنده استعداد انه يجدد نادي الاتحاد. طلب من الهاني سليمان انه ياخد نص مقدم التعاقد بتاعه في موسم 12-13، وياخد نص مقدم التعاقد بتاعه في موسم 13-14 اللي هو الموسم الجديد اللي هو هيوقعه في نادي الاتحاد.
تمام. بناء عليه قال لك انا همضي على نسخه عقد واحده بس، نسخه واحده بس، لو حضرتوا لي فلوسي انا هجيب ال3 نسخ. هذا ما حدث وهذا ما اخطر به اداره النادي في وجود مدير عام النادي وفي وجود والده. مين اداره النادي اللي هو دكتور عفت السادات؟ لا كان معانا مدير عام النادي وكان معانا الاستاذ مصطفى حسين. لا مين رئيس مجلس الاداره وقتها؟ الدكتور عفت السادات. يعني دكتور عفت السادات ما دفعش الفلوس؟ يا استاذ احمد انا بعد اذنك احنا كنا قاعدين مع الهاني سليمان بنتفاوض من 4 شهور في وجود مدير عام النادي وفي وجود الاستاذ مصطفى. لا انت كده لا كابتن ايهاب، انت انا سالتك سؤال واضح. رئيس مجلس اداره نادي الاتحاد في الموضوع التوقيعي اللي كان هيجيب الفلوس للهاني واللي على اساسه يجدد سنه كمان هو الدكتور عفت السادات. الدكتور عفت السادات قال اقعدوا مع الهاني سليمان شوفوا طلباته ايه، ولكن 50% يا كابتن من مقدم التعاقد في الوقت الحالي و50% في السنه الجديده. هذه كانت طلبات الهاني سليمان اللي احنا وصلناها للدكتور عفت. ما انتوا في الاخر ما دفعتولوش الفلوس وعلشان كده الولد مضى سنه واحده. يا كابتن ما هو ماضي سنه واحده. ماضي نسخه واحده يعني. ماضي نسخه واحده مش. ما انتوا لو كنتوا اديتوا له الفلوس كان مضى ال3 نسخ التانيين. وهي دي مش مشكله مدير شؤون اللاعبين زي ما لا دي مشكله ان مدير شؤون اللاعبين يمكن خطا اداري. انا الحمد لله شايف شغلي كويس قوي وهو ما غلطش. يعني انا بس عايز اوضح. بص يا كابتن ايهاب، اصل انا يعني ايه، لو انا قلت لك اللي بيتقال فهو يعني انا هاخد معاك وقت طويل، ولكن انت ليك حق الرد في هذه النقطه. انا بشكرك، ولكن انا عارف اللي الكابتن احمد يقصده. انا فاهم طبعا اللي ورا الكواليس اللي انت عايز تقوله، لان ده انا لا مفيش ورا الكواليس. ماشي. هو في زي ما قلت لحضرتك كده المفروض، يعني انا كنت قاعد مع ايهاب والدكتور عفت، والدكتور عفت قال له يا ايهاب انت غلطان، كان المفروض يوقع على 4 لان انت بلغتني قلت لي اوكي يا دكتور الموضوع انتهى بس. طيب يعني كل اللي انا عايز اقوله يا دكتور يا كابتن دكتور، دلوقتي الناس ملتبس عليها الامر وفي كواليس كتير انت ذكرتها وقلت اللي حصل والحكايات والروايات والواقع والبتاع، وانت بتقول ان اللعيبه بره الموضوع وكل الكلام ده. في النهايه اللي بيحصل دلوقتي لو طلب منك ان تعود مره اخرى لقاده نادي الاتحاد، او بلاش كده هعمم سؤال، انت شايف الامر ازاي دلوقتي؟ انا شايف الامر ان الكابتن فاروق جعفر يتولى قياده الفريق بالرقم والارقام اللي وفرت، وكل الشروط اللي طلبها لازم يستجاب لها وتتوفر للاعبين في المرحله ديت. على الاقل وجوده هيجبر النادي ان هو يتوفر كل الحاجات ديت، فلازم يلتزم بهذا الكلام وينفذوه. لان انا شايف لو في هو اللي انا متاكد منه، اذا وفرت كل هذه الامكانيات في هذه الفتره الفريق ده شهور. اذا كان هو مش موجود اصلا الراجل اصلا. انا بقول لحضرتك انا بكلمك على الواقع. هو فيلم هندي. انا بكلمك على الواقع. لا انا بقول لك الاستقاله. استقاله فيلم عربي. لكن طيب. انا بتكلم يعني ده معنى كابتن فاروق جعفر قعد مع الدكتور عفت. انا عارف. معنى كلامك كده ان الفيلم الهندي دوت مش يعني الراجل راجع. انا بتمنى ان ده يحصل. تتمنى ان يمشي يعني ولا يقعد؟ ان هو يتواجد يا راجل وتتوفر. والله ايه الجمال ده. انا عايز الكابتن فاروق يجي يعني ويتوفر له كل الطلبات اللي قالها. الملعب، مستحقات اللاعبين تتضغط على 4 شهور، كل الامكانيات طب انا اقول لحضرتك الحاجه، هل الكابتن فاروق جعفر لما هيجي ويقولوا له ان ملعب نادي الاتحاد في اسكندريه هو الملعب الفرعي في برج العرب هيوافق؟ ما اعرفش، هو يسال في هذا الامر. لا مش هيوافق. وهيقول ان انا لازم العب فين؟ في الاستاد الرئيسي. الاستاد الرئيسي بيكلف 65,000 جنيه. ايه الموضوع المخالفات اللي انت عايز توديها للنيابه العامه دي؟ النائب العام والكلام ده. يعني اقول لحضرتك انا راجل مسؤول عن الفريق دوت. في ظل وجودي حصلت 3 مخالفات. اول واحده فرانسيس واوتو بونج خرجوا اعاره. راحوا اعاره. فرانسيس كان واخد $50,000 السنه دي وما عملش بيهم حاجه، وطلع الاعاره 6 شهور في مقابل لا شيء ببلاش. انت عايز تقول اهدار مال عام. $50,000 اتدفعوا لاوتوبونج، ولما جه الدوري يبدا لقينا اوتوبونج اعاره. رغم ان انت عندك تاكيد وورقه جاي لك. انت معاك ورق بكده؟ لا ده عقد موجود في النادي حضرتك. طيب. وفلوس استلمها بورقه وقلم موجوده في النادي. لما تروح حضرتك تقول لهم انا عايز عقد اوتوبونج يقول لك عقد اوتوبونج اهو، خد $55,000 وطلعناه عرب ببلاش. في الفتره ديت جالك ورق رسمي بيقول ان في دوري يوم 2/2. طيب نفس الكلام حاجة. تاني حاجه نفس الكلام فرانسيس واخد حوالي $35,000 طلعته عرب 20,000. مين يتحمل فرق $15,000 ده؟ انت المفروض بتطلع اعاره، يا تطلعه يا ما تخليه. طب ده اول ملف. الملف الثاني محمد يونس. ماله محمد يونس؟ محمد يونس لاعب متعاقد.
وقدم شكوى في اتحاد الكوره. حلو. وقال ان هو كان بيتمرن في الملعب معايا، وقدم شكوى ان هو ما خدش فلوسه، وان في الارقام والمواعيد بتاعه العقد النادي ما التزمش بيها، وقدم الشكوى. وانتظر بعد الشكوى لمده 10 ايام، وكلم الدكتور عفت. الدكتور عفت قال له يا ابني ما عندناش فلوس، عايز تقعد عايز تمشي مع السلامه. الواد خد شنطته وراح كندا. الفلوس دي بالشكوى اللي عملها نادي الاتحاد هيدفعها، من يتحملها؟ 700,000 ولا 800,000 اللي هياخدهم. طب دي تاني تالت حاجه، الموضوع بتاع الهاني سليمان. ماله موضوع العقدين ده بس كابتن دي كلها حاجات كابتن، مش نائبه عامه ولا نائب يعني. لا انا ماليش دعوه، انا في مخالفات، دي حاجات بسيطه خالص. دي مخالفات حاجات بسيطه. $50,000 ايه يا راجل؟ احنا نادي غلبان يعني. لا نادي غلبان ايه ده؟ انت بتتكلم في 170,000 جنيه كل شهر رواتب وبتاع. نادي غلبان ايه بقى؟ دي حاجات بسيطه يا ابو احنا مش عارفين نلعب. انت طلعتني من الحاجه الرئيسيه. انا بقول لحضرتك مش عارف العب في الملعب الرئيسي. نادي الاتحاد بحجمه وامكانياته وقدراته وحب جماهيره وشعبيته في اسكندريه وتاريخه اللي هو فاضل له سنه ويبقى في المئويه، مش عارف يلعب في استاد برج العرب عشان ما فيش 65,000 جنيه لما فريق الاتحاد يلم شنطه وعزاله ويطلع من الملعب الرئيسي عشان يروح الملعب الفرعي. فكيتوا انتوا في اليوم ده طبعا. دي كانت هزيمه ماتش الشرطه. حلو. لما لعيبه نادي الاتحاد تاخد مواعيد ان هي يوم 1/7 لازم يدفع عليها الفلوس، فاضل لحد 7/7 زي ما حضرتك قلت، و9/7 9/3 كابتن اكلمك خرجوا من المعسكر. انت كنت لازم تمشي بعد اقول لك ايه، كنت لازم تمشي بعد ماتش الشرطه. لا ماتش الجيش. ماتش الجيش انت كسبته؟ وكسبته بالصدفه على فكره. انا موافق. كسبته بالصدفه. بس انا بقول لحضرتك يعني ال3 بونت دول كده بتوع ربنا، كوره كده خبطت في رجل علاء كمان وراحت. خبطت قلشه كمان. لا انا قلت له كده على فكره. ربنا خدها. انا قلت له دي قلشه. انت قلت له قلشه؟ انا بقول لك راحت كده. لا انا بقول لك ادائنا في مباراه الاسماعيلي كان جيد رغم الهزيمه. ادائنا في مباراه الجيش كان جيد وقدرنا نحقق فيه الفوز. مش قوي. ادائنا في مباراه الشرطه كان جيد جدا الشوط الاولاني لحد الطرد. ما مشيتش ليه بعد الشرطه؟ لحد الطرد بتاع محمد كنت لازم تمشي بعد الشرطه، انت اللي قعدت. ما انا قلت لحضرتك نادي الاتحاد دوت حاجه. انا اقول لحضرتك حاجه، لما تعدي كده من جنب نادي الاتحاد تشم ريحه حلوه. ماشي. ريحه نادي الاتحاد. ماشي. نادي بجماهيره بشعبيته بالحب اللي الناس موجوده فيه حاجه يعني انا راجل مجنون يا عم في الحته دي. ما تتعاملش معايا. لا في الحته دي في النقطه بتاعت نادي الاتحاد دي. لا انت كنت فرحان، انت كنت فرحان انت مسكت نادي الاتحاد ومش عايز تمشي من نادي الاتحاد. طبعا. وما خدتش عندك فلوس شك ومستعد ادفع فلوس وخدت مرتب هذه الاول ومستعد ادفع فلوس لا يليق باسمك ومستعد ادفع فلوس. خدت مرتب هذه الاول لا يليق باسمك. بقول لك ومستعد ادفع كمان. مش هاخد بس. فرحان ان انت مدير فني نادي الاتحاد. دي حاجه اي حد يفرح ان هو مدير نادي الاتحاد. وعلشان كده انت عملت والجماهير وبتاع الحقوني. لا خالص الحقوني. انا كنت قاعد في بيتنا وقلت لهم شكرا لما قالوا لي، ولكن الشكل اللي طلعت بيه شكله وحش. قلت لهم عيب. لما تيجي عايز تمشيني اقعد معايا قول لي يا كابتن احمد انا والله. فانت رديتها له بقى عن طريق الجماهير. لا انا خدت القرار ما بيني وما بين نفسي ان انا همشي بعد المباراه بعد 4-0. وقلت اخش اوضه المجلس واقعد معاهم وانا مش هكمل. والله خدت القرار ومش هكمل حتى لو كان في اي. ولو حد كلمك ترجع ولا ما ترجعش؟ اخر حاجه. لا افكر. ترجع ولا ما ترجعش؟ ما انت قلت انا ممكن تدفع فلوس. هترجع. قول يا رب. طيب انا كان نفسي ان انت تتكلم في حاجه يا جماعه. طيب حاضر. هم بيصرخوا لي عشان نخلص. انا عارف انت كان عندك سيناريو كنت عايز تقوله. انا كنت لازم اقطعك ولازم اسالك، ولو عندك حاجه في 30 ثانيه تقولها. لو عايز حاجه تقولها في 30 ثانيه. كل جماهير نادي الاتحاد وقفتهم ورا الفريق في هذه الفتره يحمدوا ويشكروا عليها. ونتمنى استمرار الوقفه دي ورا الفريق مهما كانت النتائج، لان ان شاء الله باذن الله نادي الاتحاد بهذه جماهيره وحبها لفرقتها هتعدي الفتره الصعبه اللي احنا موجودين فيها. في سيناريوهات كتير هتحصل الفتره اللي جايه. وعايز اقول لك انا لما كنت بسالك ما كنتش بقطعك ولا كنت بتوهك ولا كنت عايز اخد منك سبق ولا حاجه، ولكن انا كنت بسالك اسئله الناس تقولها لي. اصل اخوان المسلمين، اصل عايز اخو النادي الاتحاد السكندري، اصل هو له علاقات بدكتور حسن البرنس، اصل ضد دكتور عفت السادات، اصل مش عارف ايه، اصل كنت لازم اقول لك، كنت لازم اهاجمك مش عشان اتوهك، لا علشان اعرف منك حاجات كتير في وقت للاسف دهمني. طب ما قالوش ليه محمد مصلحي؟ ما انا صاحب محمد مصلحي. لا ده موضوع تاني بقى. ده موضوع تاني بقى. محمد مصلحي ده موضوع تاني. هو كده بيتفرج علينا دلوقتي بحييه. هو طبعا راجل ادى نادي الاتحاد كتير. يرجع الاتحاد تاني الفتره اللي جايه. هو رافض العمل العام. هو مش عايز يرجع. هو رافض تمام. طيب يوم الاحد اللي جاي عندنا لقاء ساخن جدا ان شاء الله في شارع النهار. اسبوعنا انتهى في شارع النهار. الاسبوع اللي جاي لقاء متجدد وحلقه ان شاء الله تكون ساخنه وتعجبكم يوم الاحد القادم في شارع النهار. تصبحوا على خير. هذا البرنامج برعاية